جاي لكم النهارده بقصة هتخليك تفكر مليون مرة قبل ما تأجر شقة رخيصة في اسكندرية. شقة في منطقة مشهورة جدا. تخيل إيجارها كام؟ إيجارها 700 جنيه في الشهر. والله زي ما بقول لك كده، في 2026. بس محدش بيرضى يسكن فيها أكتر من شهر. عارفين ليه؟ عشان كل اللي سكنوها ماتوا بنفس الطريقة. الحكاية بدأت سنة 2019 مع أول عيلة، راجل ومراته وبنته الصغيرة لقوا شقة 3 أوض وصالة سوبر لوكس ب700 جنيه. قالوا دي لقطة. أول أسبوع كان زي الفل. تاني أسبوع بدأوا يسمعوا صوت خطوات في الصالة الساعة 3 الفجر. تالت الجزء دي أكيد تهيؤات، لحد ما في يوم بنتهم الصغيرة صحيت بتصرخ وبتقول في راجل واقف في البلكونة عايز يدخل. بعدها ب3 أيام الجيران لقوا الباب مفتوح ودخلوا لقوا العيلة كلها. هتعرفوا في الآخر حصل لهم إيه. الشقة اتقفلت سنة، وبعدين صاحب البيت أجرها لطالب في كلية حقوق. الطالب قعد 21 يوم بالظبط. زمايله بيقولوا كان بيذاكر طول الليل وفجأة ساب الكلية واختفى. وبعدها فين؟ في نفس الشقة. أنا روحت المنطقة وهي منطقة قديمة ومشهورة جدا في غرب اسكندرية. مش هقدر أقول لكم اسم الشارع بالظبط لأن أهل المنطقة نفسهم طلبوا مني كده. والست الكبيرة اللي حكيت لي القصة حلفت لي ما أقولش العنوان عشان ولاد المنطقة ما يبهدلوهاش، وكمان كمحامي ما أقدرش أشهر بمكان سكني فيه ناس محترمة. الست الكبيرة قالت لي يا ابني أنا ساكنة هناك من 40 سنة. يا ابني الشقة دي فيها واحد قتل مراته من 15 سنة وشنق نفسه في الصالة، ومن ساعتها وروح ومش عايزة حد يسكن مكانه. طيب هل ده كلام حقيقي ولا خرافات؟ أنا كمحامي بقول لكم القانون لا يعترف بالجن، لكن النيابة لما حققت في البلاغين اللي فاتوا لقيت حاجة غريبة جدا. إن تقرير الطب الشرعي للعيلتين بيقول نفس السبب. السبب كان اختناق، الشبابيك مفتوحة معظم الوقت. صاحب البيت لحد النهاردة مش عارف يأجرها وعارضها ب700 جنيه ومحدش راضي يسكن فيها. تفتكروا ايه السر؟ هل فعلا روح الراجل اللي مات لسه في الشقة، ولا في سر تاني صاحب البيت مخبيه، زي إن الشقة فيها تسريب غاز خفي أو في مادة سامة؟ اكتبولي في الكومنتات تفتكروا ايه السبب الحقيقي، ولو انت مكانهم هتسكن في شقة زي دي عشان رخيصة ولا لأ. ملحوظة، لما شركة الغاز جت تعاين اكتشفت إن المحابس كلها سليمة، يعني مفيش أي تسريب غاز في الشقة، مع إن تقرير الطب الشرعي بيقول إن الراجل ومراته وبنته والشاب اللي سكن بعديهم مات بنفس الطريقة، وهي الاختناق. في لغز، في حاجة غريبة أو في حاجة مش مفهومة. ممكن تكون أشباح، ممكن تكون أرواح، ممكن يكون جن. تصدق ما تصدقش دي حاجة ترجع لك. الحياة فيها حاجات غريبة وحاجات عجيبة، ممكن العقل يستوعبها ممكن لأ. سلام عليكم.